مجموعة وسلسلة مشروعات بتقوم بيها الدولة ممثلة في أجهزتها التنفيذية لتوحيد الهوية البصرية وإعادة المباني التراثية إلى تاريخها وإعادة تأهيلها مرة أخرى، وده بيكون له دور كبير جدا في جذب السائحين. هنتكلم النهاردة عن أهمية هذا المشروع من خلال لقائنا مع الأستاذ الدكتور أحمد عبد الفتاح، عضو اتحاد المؤرخين العرب. أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك والساده المشاهدين وباسره برنامج صباح القاهره. هو زمان ايام كنا لسه بندردش واحنا بنشوف الفاصل، ايام الاسكندر كانت العاصمه الاسكندريه 330 ميلاديا حضرتك قلت لي. تمام. وبعد كده كان ومينا موحد القطرين كان عاملها منف اللي هي الجيزه. تمام. متى بقى بدات نشاه القاهره التاريخيه اللي احنا بنطورها ضمن سلسله مشروع اعاده الهويه توحيد الهويه البصريه؟ لو اتكلمنا في البدايه على مدينه القاهره، ما كانتش العاصمه الاولى بالنسبه لمصر. كان في عندنا عواصم يعني شيدت قبل القاهره، سواء في العصور القديمه. في العصور القديمه كان في عندنا طيبه. بعد توحيد البلاد على يد الملك مينا او الملك نارمر بقى في العاصمه عندنا منف اللي هي تعتبر حاليا الجيزه. العاصمة يعني انتقلت بشكل يعني كبير جدا خلال العصور اللي أتت بعد كده، حتى وصلت الإسكندرية في العصر اليوناني والعصر الروماني، وظلت العاصمة يعني في الإسكندرية حوالي 600 سنة تقريبا. بنتكلم فترة يونانية والفترة الرومانية، فترة كبيرة، حتى أتى العرب المسلمون إلى مصر وفتحوا مصر. الكلام ده سنة 21 هجرية 641 ميلادية. عندما أتى عمرو بن العاص بالجيش العربي وأتى إلى مصر وفتح مصر، هنتكلم برضو العاصمة اسكندرية، ولسه العرب ما عندهمش دراية بالأسطول وبالبحر وكل الكلام ده. واحنا حتى الأسطول الإسلامي يعني أنشئ فيما بعد. احنا الأسطول الإسلامي أنشئ يعني بنتكلم برضو سنة 40 ميلادية في عهد معاوية، 40 هجرية في عهد معاوية بن أبي سفيان. بدأ المسلمين يبقى فيه عندهم دراية بقى بموضوع الأسطول والبحر والسفن البحرية وكل الكلام ده. بدأ يعني احنا بنتكلم برضو في حالة من التخوف. العاصمة هيفصل بينها وبين الجزيرة العربية بحر اللي هو أقصد بيه النيل في الفترة دي. فكان في تخوف كبير جدا. حتى يعني الخلفاء الراشدين عليهم رضوان الله كانوا بينصحوا دايما الولاة أو حكام المدن نعم. ما يبقاش فيه فاصل بحري بين الجزيرة العربية، بحيث ان تبقى الوحده كلها متصله بريا. بعضها ببعض. عشان الامدادات نفسها اللي تقدر ان هي تصل الى مصر في هذه الفتره، وخاصه ان الاسكندريه قريبه جدا من جنوب اوروبا، فكانت بتصل اليها الامدادات بقى اللي هي احنا بنتكلم برضو الفتره دي كانت فتره البيزنطيه، الحكم البيزنطي. المسلمين يعني والعرب المسلمين خلصوا مصر من الاضطهاد البيزنطي اللي كان موجود، اللي كان بيضطهد فيه الاقباط في مصر في هذه المرحله او في هذه الفتره. اللي انا عايز اقوله ان اول عاصمه انشئت يعني بعد الفتح الاسلامي كانت الفسطاط. مم. الفسطاط تعتبر يعني او الكلمه نفسها يعني هي كلمه برضو بيقصد بها الخيمه، المكان اللي وضع فيه سيدنا عمرو بن العاص الخيمه نفسها، اللي هي حاليا يعني جزء من القاهره، منطقه حلوان. فيها متحف الحضاره اه والكلام ده. بالظبط كده. والدولة حريصة كل الحرص على تطوير هذه المنطقة الفترة الأخيرة، ومن يعني خلال بدايتها كان لما عمرو بن العاص وضع مدينة الفسطاط. الفسطاط. ده في البداية خالص. جاء بعد كده في العصر العباسي، في بداية العصر العباسي سنة 133 هجرية، صالح بن علي أنشأ مدينة أخرى، وهذه المدينة جعلها خاصة بالعسكر اللي هم الجند، العساكر أو الجيش. سميت فيما بعد أو سميت باسم العسكر، بحيث إن برضه ما يبقاش فيه اختلاط شوية. لان احنا برضو ناخد بالنا سيدنا عمرو بن العاص لما انشا العاصمه اللي هي الفسطاط، وبدا ان هو يضع الاول مسجد موجود في قاره افريقيا، مسجد سيدنا عمرو بن العاص. والدوله كانت حريصه كل الحرص الفتره الاخيره على تطوير مسجد عمرو بن العاص واعاده تاهيل هذا المسجد، باعتباره ان هو اول مسجد انشئ في قاره افريقيا كلها. برضو لما اجي اتكلم مدينه العسكر بقت خاصه بالعسكر برضو، بحيث ان يبقى القبائل العربيه اللي اتت مع سيدنا عمرو بن العاص وبقى ليها احياء بقت موجوده حوالين الفسطاط نفسه. يعني بقى في عندنا في فلسفة العمارة الإسلامية المسجد أولا، ثم بعد ذلك بيبقى في عندنا بقى الدروب، الشوارع، الأحياء، كل هذه الأمور. وكان في قبائل كتير جدا أتت من الجزيرة العربية وأتت إلى مصر وسكنت بجوار الفسطاط. حب يفصل بعد كده الولاة اللي أتوا فيما بعد بين الجند وبين القبائل نفسها، مبقاش فيه اختلاط قوي. بدأ إن هو يخصص مدينة العسكر يعني خاصة بالجيش أو بالعساكر، ودي كانت إلى الشمال من مدينة الفسطاط. حتى أتى أحمد بن طولون في منتصف القرن الثالث الهجري. الراجل ده كان في العصر العباسي،
بدأ ان هو ينشئ مدينة اخرى شمال العسكر سميت باسم القطائع، ودي تعتبر العاصمة الإدارية الثالثة لمصر، كانت شمال العسكر. احنا عندنا الفسطاط في الجنوب، شمالا توجد مدينة العسكر. العسكر، ثم في الشمال شمال العسكر بتوجد مدينة القطائع. مدينة القطائع يعني برضو بنتكلم أنشئ فيها مسجد أحمد بن طولون، وده مم. مسجد شهير جدا، وده كان على النسق اللي هو كان موجود في بغداد في هذه الفترة، أو في مدينة سامراء. المسجد نفسه واخد الطراز نفسه اللي موجود في مدينة سامراء في العراق. آه، أحمد بن طولون يعني كان مهتم جدا بالعمارة، وحب ان هو يشوف الطراز اللي موجود في العراق يبقى موجود في مصر، فانشأ هذا المسجد على هذا الطراز، ويعتبر يعني اكبر، يعني ثاني اكبر المساجد من حيث المساحه في مصر، ومن اشهر المساجد الاثريه مسجد احمد بن طولون. والدوله كانت حريصه ايضا على تطوير وتجديد هذا المسجد في العصور، في الفترة الحديثة. يعني احنا بنتكلم برضو من فترة قريبة الدولة كانت حريصة جدا، لما نيجي نتكلم على مسار آل البيت هنشوف ان الدولة كانت حريصة كل الحرص على وضع هذا المسجد على خريطة السياحة الدينية. برضو احنا بنتكلم برضو، احنا ده كله لسه ما وصلناش للقاهرة. القاهرة انشئت 6 يوليو 969 ميلادية، اللي هي تقريبا هجرية 358. طب مين اللي أنشأ القاهرة؟ جوهر الصقلي عندما أتى إلى مصر. جوهر الصقلي ده الدولة الفاطمية أتت إلى مصر، جوهر الصقلي أتى إلى مصر 358 وحب ينشئ بقى مدينة تكون يعني عاصمة للفاطميين في مصر، فأنشأها شمال القطائع. مم. هذه المدينة يعني حتى التاريخ نفسه بتاع إنشاء المدينة 6 يوليو ده يعتبر العيد القومي لمحافظة القاهرة. مم. فاحنا بنتكلم برضو ان الدولة حريصة كل الحرص على تخليد هذا اليوم وجعله عيد قومي للمحافظة، اعترافا وبإنشاء هذه المدينة وأثر هذه لا، المدينة. القاهرة سنة 1900، مش بتكلم على 996. 969 69 انا بتكلم على ميلاديا. 930 اخذت اجمل مدينة في العالم، القاهرة طبعا يعني تعتبر من أجمل يعني مدن تفوقت العالم، على باريس. تفوقت على باريس وكانت تعتبر أجمل مدن العالم. احنا بنتكلم برضو في القرن 19 وفي القرن العشرين. القاهرة الخديوية نفس الشيء برضو. بتكلم برضو يعني احنا بنتكلم ده كله في عصر الفاطمي. وانشئ بقى شارع جوهر الصقلي، وانشئت بقى المنطقة بتاعت القاهرة دي في 969. 969 ميلادية 358 هجرية. الج- لما أتى المعز لدين الله الفاطمي إلى مصر وجد إن جوهر الصقلي القائد بتاعه، يعني جوهر الصقلي حتى بيقولوا اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني، يقصدوا بيه جوهر الصقلي لأن هو كان يعني بارع في الحلويات وكان بيشتغل في الحلويات وكل الكلام ده، فهو اللي خطط مدينة القاهرة وسماها في الوقت ده المنصورية على اسم والد المعز لدين الله الفاطمي. فلما جاء المعز لدين الله الفاطمي غير الاسم، لأن قدوم هذا الخليفة إلى مصر واكب ظهور كوكب المريخ، وكان بيطلق عليه في الوقت ده الكوكب القاهر، فاتسمت على اسمه. وقال برضه يعني في ولا بعض، عشان هي قاهرة الأعداء اللي يحاول يفكر عليه؟ لسه هقول في عندنا برضه بعض الآراء بتقول إن هي طبعا عشان احنا درسناها في المدرسة كده على تبقى فكرة. قاهرة للأعداء. والأعداء في الفترة دي كانت الدولة العباسية حتى تقهر الخلافة العباسية أو الدولة العباسية في الفترة دي، مم. وحتى تقهر الدنيا بجمالها فيما بعد. دي كلها آراء يعني قيلت حول سبب التسمية. القاهرة تعتبر متحف مفتوح للعالم كله، فيها عمارة بترجع للعصور القديمة. في عندنا يمكن هي دليل على انها سميت القاهرة علشان تقهر الأعداء وبجمالها. شارع المعز لا يعلى في جماله شارع شارع بصراحة. المعز بيضم آثار بترجع لعدة عهود، العصر الفاطمي والعصر الأيوبي والعصر المملوكي والعصر العثماني، هنتكلم عنه بالتفصيل. بتكلم برضو بالنسبة القاهرة بتعتبر متحف مفتوح فيها كل يعني الآثار اللي بترجع لعهود سابقة، سواء كانت عصور قديمة أو عصور يونانية رومانية، سواء عصور إسلامية، مختلف يعني العهود الإسلامية. عندنا لما أجي أتكلم مثلا عن العصور القديمة، مدينة أون القديمة اللي يعني هذه المدينة كانت تعتبر من العواصم اللي كانت موجودة في العالم القديم، اللي هي حاليا عين شمس. مم. دي كانت مدينة أون القديمة، ودي كانت من أهم أشهر المدن القديمة في مصر القديمة، موجودة في القاهرة حاليا. احنا عندنا برضو الفترة اليونانية والفترة الرومانية، في عندنا حصن بابليون مم. بيرجع لهذه الفترة، لأن الفترة دي كانت مشهورة بإنشاء الحصون والأسوار والقلاع وكل هذه الأمور وصول مجرى والبوابات. العيون. وصول ده في العصر الإسلامي. مم.
في العصر الإسلامي في عندنا العديد من يعني الآثار اللي بترجع للعصر الفاطمي والعصر الأيوبي والعصر المملوكي. وشارع المعز لدين الله الفاطمي بيعتبر علامة بارزة وعلامة فارقة في العمارة الإسلامية. بيعتبر ذرة العمارة الإسلامية في مختلف أنواعها، سواء أسبلة، سواء عندنا خنقوات، سواء عندنا مجموعات متكاملة بتشمل مدرسة وكتاب ومسجد وسبيل. كل هذه الأشياء موجودة عندنا في القاهرة الإسلامية. القاهرة الإسلامية هي تعتبر يعني بتعيد للأذهان صورة العمارة اللي كانت مصر بتتمتع بها خلال العصور القديمة. يعني جاء الفترة المملوكية وبقى فيها عندنا آه، يعني براعة في الفن وفي المعمار المملوكي اللي تميز به المماليك في هذه الفترة. وناخد بالنا المماليك ما كانوش مصريين، يعني المماليك دول يعني يعتبروا أجناس غير مصرية أتوا إلى مصر وتشربوا الثقافة المصرية والحضارة المصرية والثقافة الإسلامية، وبدأوا إن هم يعملوا يدافعوا. مزيج عملوا مزيج وبدأوا في يدافعوا عن العمارة. البلاد، بدأوا يدافعوا عن مصر دفاع كبير جدا ضد الأعداء، وخلصوا العالم الإسلامي من أكبر خطرين بيواجهوا العالم الإسلامي، الخطر المغولي والخطر الصليبي. لما أجي أتكلم برضو المماليك هم أصلهم إيه؟ المماليك دول يعني عبارة عن أجناس أتت من منطقة جنوب روسيا الواقعة ما بين بحر قزوين والبحر البحر الأسود، اللي هي حاليا منطقة أوزبكستان، اللي أتى منها الزهر بيبرس واتى الى مصر. والزهر بيبرس بالمناسبه الدوله كانت حريصه كل الحرص على تجديد مسجد الزهر بيبرس لانه بيعتبر ثالث اكبر المساجد الاثريه في مصر بعد مسجد الحاكم بامر الله ومسجد احمد بن طولون. هذا المسجد يعني انشئ على مساحه كبيره جدا بتعادل ما يقرب من 3 افدنه، 3 افدنه والدوله بذلت جهود كبيره جدا في افتتاح هذا المسجد، وحضر العديد من آه، السفراء والقناصل في هذه الفترة. هنتكلم برضه في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حضر سفير أوزبكستان والعديد من الأجانب في افتتاح هذا المسجد. وبالنسبة لهم الزهر بيبرس ده كان يعتبر يعني مصدر عز ومصدر فخر ومصدر كرامة بالنسبة للشعب الكازاخي. طب وبالنسبة عشان كده بعد اسالك ما المقصود بمشروع احياء القاهره التاريخيه؟ يعني احنا مثلا شفنا حتى عمارات وسط البلد تم اعاده تاهيلها ودهانات المباني، وعلى فكره هي تعتبر في حد ذاتها اثر. يعني وسط البلد منظر تحس انك انتقلت لعصر تاني مجرد انك نزلت تمشي في وسط البلد. مشروع القاهرة التاريخية هو بيهدف لتأهيل المباني الموجودة نفسها. احنا فيها عندنا طبعا في مناطق بتبقى فيها عشوائيات ودي محيطة بالمناطق الأثرية. اقول لحضرتك على سبيل المثال، يعني انا يعني حبيت ازور مثلا مكان من الاماكن الاثريه، ذهبت الى هذا المكان ووجدت بجوار الاثر نفسه تداخل عمراني وتلوث بصري. ده كان ايه ده؟ بغض النظر عن الاثر، انا بتكلم الدوله حريصه كل الحرص على تاهيل هذه المناطق. يعني وجدت فيما بعد لما ذهبت للمكان فتره بعد كده، وجدت ان المكان تم تطويره بشكل ده كبير زي تل جدا. العقارب اللي اصبح روضة السيدة مثلا. هقول لحضرتك على سبيل المثال، احنا عندنا سبيل الامير شيخو العمري الناصري، وده كان قائد الجيش فتره السلطان ناصر حسن. وده موجود في منطقه درب الاحمر، واللي هو الشارع المؤدي الى شارع صلاح سالم. المكان كان متهالك بشكل كبير جدا لدرجه ان السبيل نفسه قبل الترميم كان يعني بيتخذ كمكان لربط الخيول. الدولة بذلت جهود كبيرة جدا وإعادة ترميم المكان، وده بيعتبر السبيل الوحيد المنفصل في عمارة مصر الإسلامية. مفيش سبيل تاني منفصل في عمارة مصر الإسلامية إلا هذا السبيل، سبيل الأمير شيخو العمري الناصري، وده كان قائد الجيش المصري في عصر السلطان ناصر حسن. فلما اجي اتكلم، لا الدوله بذلت جهود كبيره جدا. لما اجي اشوف الجهود اللي بتبذل هذه الفتره، هذه الجهود يعني احنا بتفكرنا بالخديوي عباس حلمي الثاني، كان راجل وطني. الراجل ده في ايامه تم انشاء لجنه حفظ الاثار العربيه، وهذه اللجنه قامت بتاهيل وبترميم العديد من الاثار اللي موجوده لحد النهارده وحافظت عليها. حتى يمكن النصوص نفسها اللي موجوده حتى في كراسات لجنه حفظ الاثار العربيه او المذكرات نفسها او المحاضر بتاعتها كلها كانت موجوده اغلبها في يعني في عهد عباس حلمي الثاني. اللي انا عايز اقوله، الدوله بتبذل الغالي والنفيس من اجل الحفاظ على الاثار الاسلاميه والاثار المصريه بصفه خاصه. في شائعات، في ناس بتقعد ورا السوشيال ميديا بتقعد تتكلم وتقول الدوله بتهدم الاثار والدوله
احنا مفيش عندنا هدم الاثار، احنا في عندنا ناس مخلصين، ناس امناء على الوطن، ناس عارفين قيمه كل حجر موجود في هذه البلد، بيحاولوا بقدر الامكان ان هم بيحافظوا على هذه الاثار، بيحاولوا ان هم يجعلوا من مصر وجهه سياحيه عالميه. احنا في عندنا اثار تم افتتاحها الفتره الاخيره يعني ليس لها حصر. لما اجي اتكلم مسجد عمرو بن العاص تم اعاده ترميم المسجد، لما اجي اتكلم على مسجد سرية الجبل في القلعه نفس الكلام، مسجد الاقمر والمسجد الازرق، وفي عندنا المسار آل البيت كله تم يعني وضع هذا المسار ضمن خطه التطوير والترميم. بنجد ان هذا المسار يعني بيضم مش مسجد واحد ولا اتنين، ده بيبدأ بمسجد السيدة نفيسة او مشهد الامام علي زين الدين، وبينتهي بالسيدة زينب. احنا بنتكلم بيضم العديد من الآثار، منها قبة شجر الدر وقبة فاطمة خاتون ونفس الشيء برضو قبة أشرف خليل ابن قلاوون اللي هو احنا شايفين دلوقتي صور لمسجد الظاهر بيبرس، ثالث اكبر ثالث مسجد في أكبر المساجد من حيث الاسلاميه المساحة. في قاره افريقيا. من حيث المساحة يعني هنتكلم برضو ان هذا المسجد يعتبر من اشهر المساجد الاسلامية، والدولة كانت حريصة جدا على اعادة ترميم هذا المسجد وتطويره وتجديده وافتتاحه للعامة. احنا بنتكلم ان المسجد ده لما نيجي نقرأ في تاريخ هذا المسجد، المسجد انشئ سنة 665 هجرية وتم الانتهاء من انشائه 667 هجرية. بنتكلم الكلام ده كان فترة السلطان الظاهر بيبرس البندقداري، حتى الحي نفسه اخذ اسم المسجد حي الظاهر بالنسبة للظاهر بيبرس البندقداري. الظاهر بيبرس حكم مصر فترة كبيرة 17 سنة وشهرين و10 أيام، فترة مش قليلة. وهذا السلطان بيعتبر المؤسس الحقيقي لدولة المماليك. السلطان قطز ما كملش بعد انتصاره في عين الجالوت، ما كملش، جاء بعد كده الظاهر بيبرس بعد حادثة الاغتيال الشهيرة وبدأ ان هو ينشئ هذا المسجد. وبالمناسبة الظاهر بيبرس حتى بعد ما أنشأ هذا المسجد يعني الظاهر بيبرس توفى 676 يعني فترة مش بعيدة يعني. فاحنا بنتكلم الراجل ده أسس دولة قوية، دولة مؤسسات، عمل أسطول بحري، طهر الساحل الشامي من الخطر الصليبي. لما بدأ ان هو يسقط العديد من الحصون والعديد من القلاع اللي كانت موجودة، وأتم بعد كده الأشرف خليل بن قلاوون تطهير منطقة الساحل الشامي من الصليبيين نهائيا باسترداد عكا سنة 691 هجرية 1290 ميلادية. فاحنا بنتكلم لا المماليك خلصوا العالم الإسلامي من الخطر الصليبي ومن الخطر المغولي في هذه الفترة. بس ناخد بالنا برضو الإرث الثقافي والإرث العمراني اللي موجود عندنا في القاهرة. يعني الحروب اللي كانت موجودة والصراعات اللي كانت موجودة والشغل الشاغل بتحصين البلاد وإقامة القلاع والحصون والأسوار وكل هذه الأشياء، ده ما شغلش السلاطين والأمراء عن إن هم يبقى في عندهم منشآت خاصة بيهم، منشآت وقفية تخدم عامة الناس، أزبلة، مدارس، خنقاوات، مساجد، جامعة. كل ده كان موجود في القاهرة. لذلك أنا بتكلم وبقول العصر المملوكي بيعتبر أزهى العصور بالنسبة للعمارة الإسلامية. لما أجي أشوف يعني أشوف المسجد نفسه مسجد الظاهر بيبرس بعد انتهاء العصر المملوكي، المسجد أهمل. هذا المسجد أهمل بشكل كبير جدا بعد لا هم حتى لسه الشهر الجاي هنحتفل بالمولد النبوي الكريم اهو، هتلاقي الحلويات دي من ايام برضو المماليك. ما هو يعني اللي من بره مصر كان في الاصل حلواني، ما الحلويات من الكحك الحلويات والكنافه طبعا وحلويات والموالد المولد. وكل هذه الأشياء كانت موجودة من العصر الفاطمي. الفاطميين هم اللي أدخلوا الحلويات وأدخلوا كل هذه الأشياء اللي بتذكرنا بالنبي صلى الله عليه عليه وسلم الصلاه وسيرته والسلام. العطرة. لما أجي أتكلم برضو على المسجد، مسجد الظاهر بيبرس بعد يعني بعد انتهاء العصر المملوكي في العصر العثماني تحول لمخزن للخيم. يعني المسجد نفسه خلاص أهملت وظيفته الأصلية اللي هي كانت الصلاة، ما بقاش خلاص موجودة. جت بعد كده الحملة الفرنسية حولته لقلعة، يعني مخزن للسلاح والعتاد. حتى هم يعني كانوا بيطلقوا عليه سيوفسكي، يعني حاجة اللي هو خاصة بالسلاح أو بالعتاد. في العصور اللي أتت بعد كده في عهد محمد علي اتخذ من المسجد مخزن للخيام برضه ومصنع للصابون. في عصر الاحتلال الإنجليزي أو فترة الاحتلال الإنجليزي كان عبارة عن مذبح. هنتكلم لحد ما جه عباس حلمي الثاني، الخديوي عباس حلمي الثاني، وبدأ ان هو يعيد المسجد لوظيفته الأصلية من خلال بقى لجنة حفظ الآثار العربية اللي عنيت بإصلاح المسجد وتجديد المسجد وترميم المسجد. بس ناخد بالنا برضو ما تمش ترميم المسجد ككل، المسجد مساحته كبيرة، ده تم ترميم الجزء اللي فيه المحراب وبقت المسجد الفناء أهمل.
لحد ما اتى الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه من القياده السياسيه تم اعاده المسجد للحياه من تاني، شاملا. وتم تجديد بالظبط. المسجد وترميمه كامل بحضور السفاره نفسها الكازاخيه في الفتره دي. ويعني العالم كله اثنى على هذا المسجد وعلى الترميم، والناس المخلصين الامناء المتخصصين علماء الاثار اللي بذلوا كل جهد من اجل ان المسجد يعود لحالته الاصليه كما لو انشئ في عهد في بيبرس. عهد بيبرس نفسه. ده بالنسبه لمسجد الزهر بيبرس. في عندنا مساجد اخرى انشئت وتم ترميمها، مسجد الحسين. مم. في عندنا برضو منطقه خان الخليلي نفس الكلام، منطقه خان الخليلي والحسين، والمنطقة اللي هي طبعا خاصة بمسار آل البيت دي كلها تم إعادة ترميم العديد من المساجد. وحضر البهرة، طائفة البهرة في العديد من الاحتفالات، وكان ده في حضور السيد الرئيس حفظه الله. احنا بنتكلم برضو الدولة بتبذل الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على هذه الآثار، ويطلع بقى حد في التلفزيون في قنوات مغرضة وشارع الاشراف كمان يا فندم. وعلى السوشيال يعني انا ميديا عايزه اقول لك ان و... شارع الاشراف كمان كان فيه مقام ابن كثير وحاجات كتير ام الغلاء، يعني آل البيت ده، شارع الاشراف ده مزار لوحده. هنتكلم عن شارع الاشراف، بس انا برضه عايز الفت انتباه المشاهد ان هو ما ينساقش ورا الشائعات وورا الاخبار المغرضه. احنا في عندنا طبعا للاسف بدون وعي احنا بنسيء لبلدنا، وده بيبقى عن جهل. لما نشوف حد بيتكلم مثلا، لما تجي الدوله تحاول بقدر الامكان ان هي تطور مكان، تحاول بقدر الامكان ان هي يعني تحول المكان ده لوجهه سياحيه، لمزار سياحي. لمزار سياحي، بنجد بعض الاخبار المغرضه، ودي بتسيء لبلدنا وبتسيء لنا كمصريين. هي الدوله خايفه على الاثار، بتحاول بقدر الامكان آه، يعني تسمن هذا الاثر من اجل المحافظه عليه. وفي نفس الوقت برضو عايزين نخلي بلدنا يعني وجهه للسياحه العالميه كل منطقه الدينيه. فيها مزار، ده مصر يعني هي اللي عملت التاريخ. شارع الاشراف زي ما حضرتك اشرتي، ده تعتبر من اشهر الشوارع الموجوده عندنا، وده نسبه للاشرف صلاح الدين خليل بن قلاوون، اللي هو طبعا قهر الصليبيين نفسهم واسترد منهم عكا، وتوفي سنه 691 هجريه، اللي هي 1290 1291 ميلاديه. هذا الرجل يعني القبه بتاعته موجوده في هذا الشارع، اللي هو تعتبر شارع مسار آل البيت، والدوله حريصه. يعني هنتكلم برضو الشارع ده فيه العديد من الاثار، يعني منها ستنا عايشه. في السيده سكينه بنت الحسين، وفي عندنا ايضا السيده زينب، وفي عندنا السيده نفيسه العلم، وفي عندنا قبه فاطمه خاتون، وفي عندنا قبه شجر الدر والاشرف خليل. فاحنا عندنا فيه العديد وفي السيده عتيكه عمه النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا بنتكلم اولياء الله رضوان الله عليهم، دول يعني بيعتبر ده بقيع مصر الثاني. احنا بنتكلم برضو الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودين عندنا في بني مزار في المنيا في منطقه البهنسه. في حوالي 3000 من الصحابه استشهدوا اثناء الفتح الاسلامي ودفنوا هناك في المنيا في منطقه البهنسه، او منطقه او مركز صحابه رسول الله صلى الله الصحابه. عليه وسلم. بالنسبة القاهرة يعني احنا في عندنا رضوان الله عليهم آل البيت بيحظوا بحب المصريين وتبجيل المصريين وتقديرهم. وده برضو يعني بنستهدف من خلال تطوير هذا المكان أو شارع الأشراف أو شارع مسار آل البيت جذب السياحة الدينية والتعريف بهؤلاء بالنسبة لشعوب. اتوجدوا على قائمة السياحة الدينية في مصر. مظبوط، بس انا بتكلم برضو الترويج ليهم من خلال التعريف بقى بسير هؤلاء الصالحين وبسير هؤلاء آل البيت رضوان الله عليهم. بالنسبة لدول جنوب شرق آسيا بيقدروا هؤلاء جدا، والشعوب العربية نفس الشيء. فده إضافة مهمة جدا، والدولة يعني ده يعني بيحسب للدولة إن الدولة بتلقي الضوء على هذه الأشياء. الآثار نفسها اللي كادت أن تهدم، يعني احنا برضو من الإهمال في العصور اللي فاتت. أنا قلت لسه قايل لحضرتك احنا في عندنا في العصر العثماني كان فيه إهمال كبير جدا بسبب فرط الضرائب، وده أدى في النهاية يعني الآثار نفسها أهملت بشكل كبير. حتى مسجد الزهر بيه في العصر ده العثماني تحول لمجزر وتحول تحول لحاجات كتير. لمخزن خيام، يعني احنا وحتى فترة الاحتلال البريطاني نفس الشيء.
فاحنا بنتكلم لا، الدوله الفتره على قدم وساق الافتتاحات والترميم والتجديد والتطوير بالنسبه للمواقع الاثريه، سواء الاسلاميه سواء اليونانيه او احنا الرومانيه. حتى لما لو حد بيحب يحس براحة نفسية بيروح من الأماكن اللي فيها عبق التاريخ، فبالك احنا عندنا تاريخ كل الأمم. هات لي كده حضارة ما لهاش أثار في مصر، حضارة إسلامية، حضارة قبطية، حضارة يونانية، كل الحضارات ليها أثار في هي مصر. مصر ورثت بأم الدنيا طبعا، علمت الدنيا كل شيء. الإنسان المصري يعتبر أول إنسان على وجه الأرض. هذا الرجل يعني علم الدنيا كلها، يعني إيه زراعة، الكلام ده احنا بنتكلم 3200 يا ده في علوم لسه ما وصلناش لحد دلوقتي، منها علوم وتقنيات. التحنيط. بشكرك جدا يا دكتور، بشكر الدكتور احمد عبد الفتاح عضو اتحاد المؤرخين العرب، وبشكرك لوجودك معانا. ربنا يبارك في حضرتك. بشكركم مشاهدينا، نتقابل معاكم فريق عمل صباح القاهرة الاسبوع اللي جاي على خير باذن الله. كل يوم فريق عمل جديد، وما زال لدينا العديد والعديد من الفقرات على شاشة القاهرة، فتابعونا على مدار اليوم. دمتم في امان الله والى اللقاء.